أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيه عبد الوهاب محمد أمان، والبدء بأهم العناوين. البلاد تحتفل بعيد القطاس. وزارة الزراعة توضح استقرار أسعار الإنتاج الزراعي خلال 3 سنوات مضت. تنمية مرضية لبذور البطاطس في مديرية قلب. إيران تحذر الاتحاد الأوروبي من تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية. وفاة 70 شخصا على الأقل جراء البرد القارس في أفغانستان. موسكو مستعدة لنشر قوات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. من العناوين إلى التفاصيل. احتفلت البلاد اليوم 19 من يناير بعيد القطاس بحضور البطاركة وممثلي مكتب البطاركة ومسؤولي الكنيسة الأرثوذكسية في أسمرة وممثلي الأديرة وحاكم الإقليم الأوسط السيد فيساي هايلي ولفيف من المسؤولين في الحكومة والدبلوماسيين وآلاف المؤمنين. ونظم في الاحتفال الذي جرى في أسمرة في مياه القطاس بساحة الفاتح من سبتمبر قداس برئاسة أمين كرسي البطاركة للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا بطرس والبطاركة والقساوسة. وقدم القس سايمون بياني في المناسبة توضيحا بشأن عيد القطاس ومضمونه الروحي، وقال أن أعيادنا الوطنية والدينية عزتنا موصيا القيام فيه بالأعمال النبيلة، وأن نشكر شهدائنا الذين بفضل تضحياتهم نحتفل بسعادة بأعيادنا. وأمضى القساوسة ليلتهم في مياه القطاس مؤدين صلوات ليباركوا بعد ذلك ببحر القطاس من الجهات الأربعة. ويقوم أمين كرسي البطاركة نيافة الأنبا بطرس والبطاركة برشم القطاس. وتم نقل الاحتفال مباشرة بالفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية. بينما كان العالم يعاني من أزمة غذاء خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنه حسب الدراسات التي جرت شهدت البلاد استقرارا نسبيا لأسعار الإنتاج الزراعي المحلي، خاصة الحبوب بشتى أنواعها والبقوليات والمحاصيل الزيتية. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أفادت وزارة الزراعة باستقرار غالبية أسعار الإنتاج الزراعي المحلي عكس ظاهرة الأزمة الغذائية العالمية في الفترة من عام 2020 وحتى عام 2022. وأوضح المدير العام لفرع نظام المعلومات الزراعية الاستراتيجية السيد أسفألم مسفن أن نقاط الأسواق 23 المنتشرة في 5 أقاليم شهدت دراسات جادة حول الأسواق المحلية في 54 نوعا من الإنتاج الزراعي، وذلك خلال 3 سنوات متتالية مضت من عام 2020 وحتى 2022. وقد جرت تلك الدراسات في الحبوب والبقوليات والمحاصيل الزيتية والخضروات والفواكه والضأن والماعز والأبقار والدواب والدواجن والبيض والألبان ومشتقاتها وكذلك العسل. وذكر سيد أسفألم ارتفاع أسعار الحبوب الناضجة في الربع الثالث من عام 2020، إلا أنها انخفضت في عامي 2021 و2022، مشيرا إلى أن شهري أكتوبر ونوفمبر شهدا انخفاضا جيدا للأسعار حسب التقييم الشامل. وأشارت الدراسات الجارية إلى انخفاض الأسعار في مختلف مناطق البلاد نتيجة للخريف الطيب في عام 2022 وزيادة رقعة المساحات الزراعية وتوزيع البذور المحسنة للقمح والذرة، حيث بلغت نسبة الانخفاض 16% مقارنة بعام 2020. ورغم ارتفاع أسعار البقوليات في الربع الثالث من عام 2020 جراء انتشار فيروس كورونا، إلا أنها انخفضت في عامي 2021 و2022، ولم تشهد أسعار المحاصيل الزيتية أي تقلبات تذكر، إلا أن محصول الفول شهد ارتفاعا ضئيلا
كما يتوقع هذا العام انخفاض أسعار المحاصيل الزيتية. وأشار السيد تسفالم إلى أن إنتاج الخضر شهدت في الفترة ما بين عامي 2020 وحتى نهاية عام 2022 تقلبات واضحة في ارتفاع وانخفاض الأسعار، خاصة أن أسعار خضروات البطاطس والطماطم والبصل شهدت ارتفاعا عاليا نتيجة لتغيرات المواسم واختلاف الأماكن، وذلك نتيجة لقلة أمطار الربيع. وعلى عكس ذلك كانت أسعار الفواكه مستقرة إلا فاكهة المانجا. وكما أفاد تقرير وحدة نظام المعلومات الزراعية للأسواق أن أسعار الأبقار والضأن والماعز شهدت انخفاضا بنسبة بلغت ما بين 11 وحتى 15% خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما شهدت أسعار الدواجن انخفاضا بنسبة بلغت 28%. وعكس ذلك لم تشهد أسعار الدواب أي تغيرات تذكر. في غضون ذلك أفاد التقرير بأن أسعار الألبان ومشتقاتها لم تشهد أي تغيرات تذكر، وعلى عكس ذلك شهدت أسعار البيض ابتداء من نهاية عام 2021 وحتى منتصف 2022 ارتفاعا عاليا، وذلك نتيجة لقلة الفراخ والدواجن، إلا أنه يتوقع انخفاض الأسعار في المستقبل القريب جراء توزيع فراخ ودواجن. وأوضح التقرير أن أسعار السمن والعسل شهدت ارتفاعا وانخفاضا نسبيا، وخاصة أسعار العسل، حيث شهدت الأسعار تفاوت واضح بين الأقاليم نتيجة لتحركات المناحل من وإلى مختلف مناطق البلاد. في الختام ذكر السيد تسفالم أن وزارة الزراعة وضعت برنامجا لتوسيع نقاط وأساليب تساعد في جمع المعلومات الزراعية للأسواق، مدركة أهمية مثل هذه المعلومات الزراعية للأسواق التي تسهم في استفادة المزارعين والجهات المعنية الأخرى. أوضح مسؤول الزراعة في مديرية قلب السيد زكريا سكيداني تحقيق تطور مرضي لتنمية بذور البطاطس المحسنة في المديرية، وذكر تنمية حوالي 20 مزارعا 638 كنتالا من بذور البطاطا المحسنة، وبلغ إنتاجها أكثر من 8000 كنتال. وقال أن مديرية قلب من مناطق إقليم عنسبة التي لا تأتي أولا في إنتاج البطاطس والعسل، مؤكدا وجود توقعات لإنتاج وفير هذه السنة نتيجة تدريب المزارعين وجهدهم. وأوضح خبير تنمية النباتات السيد محمد حاج عثمان أن الإنتاج الوفير نتاج التجربة التي اكتسبها المزارعون وعلاقتهم الوطيدة بخبراء الزراعة. وطالب المهنيون الزراعيون المزارعين للدفع بأنشطة تمهيد الأراضي واستخدام السماد الطبيعي وعدم استخدام المبيدات غير المعروف مصدرها. وأكد المزارعون العمل بقوة لتنمية البطاطس من البذور المحسنة لتحققهم من نتائجها. دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزن أدوناي شباب مديرية أفعبت لتقوية التنظيم وتعزيز المساهمة في برامج التنمية. وحسب في الاجتماع الذي عقد في 14 من يناير للدفع بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لدورها الإيجابي لتطور المنطقة. وأشار إلى الدعم المالي والعيني المقدم بمستوى الإقليم العام الماضي بمبلغ 16 مليون نقفة لتشجيع قوات الدفاع. وذكر مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب وجد خطة لتسيير أنشطة أفضل تصحيح القصور الذي كان بالعام 2022. ودعا المجتمعون لحل نقص مياه أفعبة والاهتمام بالخطة السكنية لأفعبة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان تحذيره من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من عواقب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.
وحسب التقارير الإيرانية فقد شبه عبد اللهيان هذه الخطوة بمن يطلق النار على قدميه. يأتي هذا بعدما دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية واتهامها بقمع المتظاهرين في إيران وإمداد روسيا بطائرات مسيرة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيل فون دير لين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري أنها تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطهران خلال الأشهر القليلة الماضية مع تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي. أعلنت وزارة إدارة الكوارث الفقانية وفاة 70 شخصا على الأقل خلال أسبوع بسبب موجة البرد القارس، كما نفق نحو 70,000 رأس من الماشية يعتمد عليهم الكثير من الأفغان لتأمين قوتهم. وقال مدير الإرصاد الجوي محمد نسيم مرادي لوكالة الأنباء الفرنسية: هذا الشتاء هو الأبرد إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة، مع توقع استمرار موجة البرد لمدة أسبوع آخر أو أكثر. وتشهد كابول والعديد من الولايات الأخرى في البلد الفقير انخفاض درجات الحرارة منذ 10 من يناير. وسجلت ولاية غور وسط البلاد أدنى درجات الحرارة التي وصلت إلى 33 تحت الصفر خلال نهاية الأسبوع يومي 14 و15 من يناير. وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في قطع طرق بعدة ولايات في وسط أفغانستان وشمالها بحسب صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا مستعدة لنشر قوات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان لتهدئة التوترات بين البلدين، لكن موقف أرمينيا المتشدد يمنع ذلك حتى الآن. وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو أن روسيا ما زالت مستعدة لإرسال بعثة إلى المنطقة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري تقوده موسكو يشمل أرمينيا لكن أذربيجان ليست عضوا فيه. وتصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إغلاق ممر لاتشين في الأسابيع الأخيرة، وهو الطريق الوحيد الذي يتيح الوصول المباشر من أرمينيا إلى منطقة ناغورنو غراباخ المتنازع عليها. وتزايد غضب المسؤولين في أرمينيا من رفض موسكو استخدام قواتها لحفظ السلام في المنطقة لإنهاء إغلاق ممر لاتشين، بينما انتقدت موسكو محاولات أرمينيا لجعل الاتحاد الأوروبي يتوسط في تسوية. تظاهر عشرات الآلاف من العاملين من قطاع الصحة في مدريد احتجاجا على ما يقولون أنه تدمير الحكومة الإقليمية المحافظة لنظام الصحة العامة. وقال متحدث باسم الحكومة الإقليمية أن المظاهرة جذبت نحو 30,000 محتج. وتعرضت الحكومة الإقليمية بمدريد بقيادة إيزابيلا إياسو من الحزب الشعبي لانتقادات شديدة على مدى السنوات الماضية، لا سيما منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020 بسبب قلة عدد الموظفين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية. ويقول المحتجون أن الحكومة الإقليمية تفكك خدمات الصحة العامة وتفضل مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص. تذكير بأهم العناوين. البلاد تحتفل بعيد القطاس. وزارة الزراعة توضح استقرار أسعار الإنتاج الزراعي خلال 3 سنوات مضت. تنمية مرضية لبذور البطاطس في مديرية قلب.
إيران تحذر الاتحاد الأوروبي من تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية. وفاة 70 شخصا على الأقل جراء البرد القارس في أفغانستان. موسكو مستعدة لنشر قوات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.